يا مساء الفل يا جماعه. النهارده الفيديو مختلف شويه. انا جمعت لكم الفيديوهات الصغيره اللي هي موجوده في الشورتس، ودلوقتي حطيتها في فيديو طويل يلم كل الخلاصه اللي احنا اتكلمنا فيها، وكمان المعلومه تثبت من القصص اللي احنا قلناها دي. ويلا بينا، انا مش هطول عليك اكتر من كده في المقدمه. عارفين استاذ عصام؟ راجل طيب وعلى نيات، فضل يشقى ويجمع القرش فوق القرش علشان يشتري شقة العمر لابنه ويجوزه فيها، وفجأة بقى لقى شقة لقطة في مكان ما يتوصفش وسعر كمان ما يتوصفش، يعني ببلاش. وراح الاستاذ عصام واخد الفلوس معاه ومضى العقد ودفع الفلوس وكان طاير من الفرحة. وراح البايع ادى المفتاح للاستاذ عصام، وراح استاذ عصام عمل ايه؟ اكيد يعني رايح تاني يوم بقى عشان يشوف الشقة ويظبط الدنيا ويحط فيها الحاجات. والمفاجأة بقى هنا، راح دخل لقى في عفش حد تاني جوه. لا، والمفاجأة ايه؟ واحد طالع له بالفالنة بيقول له ايه يا حاج، انت اللي جابك هنا وازاي فتحت الباب؟ فبعد ما اتفاجئ الاستاذ عصام بيسأل الراجل ده، فاتضح ان مين البايع باع ليه والشخص تاني والشخص تاني في نفس الاسبوع، يعني كل واحد معاه عقد ومفتاح، عقد ومفتاح. طب هو دلوقتي يعمل ايه؟ هو كان فاكر ان العقد والمفتاح اللي معاه ده هو الامان، بس في الحقيقة ان الشقة ما كانتش مسجلة، والتوكيل اللي كان مع النصاب ده كان ملغي من سنة. يا جماعة، مفيش حاجة اسمها شقة لقطة من غير ما تتأكد من حاجتين. أول حاجة، ما تدفعش مليم غير لما تروح الجهاز أو الحي تسأل على الشقة دي. وتاني حاجة، لو في توكيل لازم تروح الشهر العقاري تأكد التوكيل ده، هل التوكيل ده ساري ولا ملغي. يا صاحبي، تحويشة العمر مش لعبة، وممكن في خطوة زي دي تضيع كل اللي حوشته. القصه الاولى، هل هي صغيره كده فعلا استفدت منها، ولا اخليها طويله بتفاصيل اكتر؟ خليك مع القصه اللي بعديها. عارفين قصة عم عبده اللي بيته اتخرب بورقة قد كده؟ تعال اقول لك. عم عبده راح يشتري غسالة، فراح للمحل اللي جنبه بيقول له انا مش معايا فلوس يا ابني، انا عايز اقسط الغسالة دي. فراح الراجل رد عليه وقال له ايه؟ قال له ماشي يا عم عبده، عينينا ليك، بس لازم حاجة بسيطة يا عم عبده. قال له ايه هي؟ قال له انك لازم بس تمضي لي الوصل ده. فراح عم عبده بحسن نية مسك الوصل وقال له ماشي يا حبيب قلبي، انا همضي لك تحت. وراح ماضي عليه، وهو بيمضي بص من فوق لقاه وصل امانة. بس وصل امانه ايه؟ بدون اي بيانات، فاضي، يعني اللي احنا بنقول عليه فاضي، ما فيهوش اي حاجه. هو مضى من تحت. عم عبده اخد الغساله وفرحان بيها وروح واداها للمدام، ويتفاجئ عم عبده بعديها بشهر والتاني ويلاقي فيه محضر جاي له لحد البيت، والايصال الابيض اللي هو موجود فيه ابيض اللي هو يتحط فيه تمن الغساله بس بقى فيه في حدود نص مليون جنيه. ده هو كده مش بيشتري غساله، ده كده بيشتري طياره. وعم عبده بقى مهدد بالحبس في اي لحظه، يا اما يدفع نص مليون يا اما يتحبس. يا جماعه، مفيش حاجة اسمها إجراء روتيني في ورقة بيضة. يعني إيه؟ يعني اللي بيمضي على ورقة على بياض ده كأنه مسكك من رقبتك، كأنك بتدي واحد سلاح في إيده بتقول له اضربني وقت ما تحب. أول حاجة أنت مضطر تعمل وصل أمانة، املى الإيصال كله، يعني كل الخانات اللي موجودة فيه لازم تبقى مليانة. ويعتبر أخطر مكان هو مكان اللي بتكتب فيه القيمة، لازم بتكتبها كمان بالعربي اللي هي اللغة العربية الفصحى، ولازم بتكتبها بالأرقام عشان حتى لو حصل غلط هنا تبقى دي تثبت. تالت حاجة، تأكد ان بيانات المحل نفسها مكتوبة. يعني انت مثلا وصل امانة، انا مديك وصل كده بقول لك امضي، هتمضي وخلاص وتمشي؟ القصة دي فعلا بتوجع القلب. يا اما تكون فاهم وعندك معلومة في جيبك، يا اما تكون زي عم عبده ماشي مثلا بحسن النية فلقى نفسه داخل فين؟ في دوامة، لقى المحضر جايله. ها يا بطل، قول لنا لو حاجه من دي حصلت معاك او حد انت تعرفه حصلت معاه حاجه زي كده. عارفين الحاج مرسي؟ راجل طيب وعنده بيت ورث من ابوه. جه ابنه قال له يا بابا انا عايز اخلص لك اجراءات الكهرباء كلها وكمان معاهم الغاز، بس هستأذنك بس تعمل لي توكيل عام شامل علشان بس اعرف اتحرك في المصالح الحكومية وكده. الحاج مرسي راح الشهر العقاري وبكل ثقة مدى التوكيل، بس ما كانش يعرف ان كلمة عام شامل دي ان انا يعتبر بعتلك روحي. بعد شهرين الحاج مرسي لقى ناس غريبة جاية له البيت وبتعاين البيت. الصدمة الأكبر إن هم قالوا له يا حاج إحنا اشترينا البيت ده من ابنك، وكمان معانا عقد رسمي بموجب التوكيل اللي أنت كنت ماضيهوله. الابن بدل ما يعمل غاز وكهرباء ومية والكلام الجميل ده كله راح باع البيت لنفسه، وبعد كده راح باعه للغير. والحاج مرسي ملوش أي حق يتكلم في إن أنت تبيع لنفسك أو تبيع للغير. يا جماعة، مفيش حاجة اسمها توكيل عام شامل. ليه؟ لأن التوكيل ده لو انت عملته انت بتبقى مديه لحد بتثق فيه ثقة عمياء، يعني انت بتقفل عينيك وبتقفل كل حاجة وهو يتصرف. لو انت مضطر فعلا في حاجة زي كده اعمل توكيل خاص بالمصلحة دي. يعني هو الابن طلب منه ايه؟ قال له انا عايز اعمل اخلص لك المية واخلص لك الغاز والنور وهكذا، يعني حاجات في المصالح الحكومية. اعمل توكيل خاص ان هو يتصرف باسمك قدام الجهات دي. كمان حاجة تانية، لو انت هتعمل توكيل عام شامل
ارفض بند انك تبيع للنفس او للغير، بمعنى ان الشخص اللي هيبقى معاه التوكيل ده ما يبيعش لنفسه او يبيع لغيره. لو انت عملت توكيل قبل كده روح فورا اتأكد التوكيل ده معمول فيه ايه وايه البنود اللي موجودة فيه. ولو عايز تكون في الامان اكتر الغي كل التوكيلات اللي موجودة. يعني ايه؟ يعني مثلا التوكيلات اللي موجودة معاك لو هي انتهت مهمتها خلاص الغيها، ملهاش لازمة. بس يا سيدي دي كانت الحكاية من أولها لآخرها. لكن لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات إن احنا نجمع الشورتس ونقولها تاني، ولا نقول كل قضية بتفاصيل أكتر، يعني مثلا الشورتس بتبقى أنت ملزم بوقت معين صغير، لكن في الفيديوهات الطويلة انت بتضيف زي ما انت عايز. لو انتوا عايزين قصة تكون كبيرة وليها فايدة اكبر قولوا لي في الكومنتات. كمان ما تنساش لايك وسبسكرايب عشان دي بتدعمنا، وكمان نطور في المحتوى اكتر ونوصل المعلومة اللي بتحبها الناس، مش نوصل اي معلومة وخلاص. يلا سلام.